شاء القدر أن يلتقي بفتاة صاحبة خلق ودين، أحبها بصمت وكانت تبادله الشعور، لكنها وضعت شرطا واضحا: من أراد يدي فليطرق باب أهلي فذلك شرع الله. تردد الشاب وارتجف قلبه، ثم قال لها بصوت متقطع: أحبك، لكن لدي رهاب اجتماعي وخجل كبير يمنعني من الوقوف أمام أهلك وطلب يدك. كانت امرأة واعية، ومن شدة حبها له قررت أن تقوم بخطوة قد تكون صادمة، لكنها الحل الوحيد. ذهبت تستفتي شيخا من أهل العلم، فسألته: هل يجوز أن تخطب المرأة الرجل؟ فابتسم الشيخ وقال: لا مانع شرعا، المهم أن يكون الأمر بالحلال والاحترام. فرحت المرأة كثيرا واستطاعت إقناع أهلها، فذهبوا معها إلى بيت الشاب، وهناك قالت أمام والديه: جئنا نخطب ابنكم لأنه صاحب دين وخلق ونحن نراه كفءا. ارتسمت الدهشة على الوجوه، لكن الزواج تم واجتمع قلبان بالحلال، غير أن أهل الحي صاروا يتناقلون القصة ساخرين: أي رجل هذا الذي خطبته فتاة؟ أين رجولته؟ شيئا فشيئا تحولت الحكاية إلى وصمة في الحي، حتى إن بعض السفهاء الذين يخشاهم أهل الحي قالوا: هذا ليس رجلا، سنضايق زوجته ولن يفعل شيئا. ذات يوم بينما كان يسير مع زوجته، اعترضهم أولئك المستهزئون وتجرؤوا على مضايقتها أمامه. ظنوا أنه سيصمت بخجله المعتاد، لكن المفاجأة وقعت. الشاب الخجول اشتعل كبركان، دافع عن زوجته بكل ما يملك من قوة، ضرب بيديه ووقف كالجدار يحميها. تراجع السفهاء أذلاء، والحي كله شهد الموقف. منذ ذلك اليوم تغير كل شيء، انقلبت السخرية إلى احترام، وقال رجل كبير في الحي مبتسما: هذه المرأة غيرت هذا الرجل بالكامل، تحول من خجول إلى شجاع. صدق من قال: وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة.